السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح. الكلمة دي هي الوجود يوم ما اتخلق، واللي رسمها قاموا يعملوا توب من ورق، وفيها رأي اللي اتحد واللي انفرق. يلا بقى نرفع رايتنا يا جدع. القصيدة تخاطب طبعا في المصريين أصلا، وعنوانها آخر كلمتين فيها. من يوم ما وعيت وعرفت طريق البيت والغيط ومشيت على السكة، على سكة مشاها أبويا وقبله أبوه، ورويت بالعرق النازل من جدتي بالحيل بستان من شجر الصبر زمان زرعوه، ويومات يومات أنا بستنى عالطرح يطير علشان ما أجيب بالعبة بوكيه وافي لإخواتي نصيب. وأديني إغنيت من طرف الطايب، جبت وجيت واديت لإخواتي. من طرح الصبر أنا جبت وجيت واديت لإخواتي، ونصحت إخواتي وبنصه يعملوا خلطة العيش الأسمر علشان ما يطبب ويداوي، ويخلوا كمان العود الأخضر نصه التاني يبقى تقاوي. وفي يومها رأيت مشوار أبويا زي ما كان لي يبقى لأخويا الأصغر مني، والطعم القلب أما لقيته برضه فهمني. من يومها نويت وفي يومها مشيت على سكة جديدة تمام، وأخدت معايا الزوادة كده بزيادة، جلة مية ودعوة من أمي في الصبحية، وشوية من العيش الأسمر معجون بالصبر، وتكالي عليه اللي تملي هو رزقي. ومشيت مشواري وأنا قاصد أزرع بستان، وفي أي مكان غير البستان اللي أنا خدته من ورا أبويا واللي أنا سايبه ورث لأخويا. وفي كل مكان رحت أنا زارع شجرات الصبر علشان ابني يجي من بعدي يجني في طرحه، وعشان عرقه ينزل يلقى بستان الصبر، وعشان موالنا يعيش معنا وبرضك معنا. والله يا ناس ده الصبر ناس. شكرا الشاعر الأستاذ صلاح رشدي.